المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الحضور الكرام، أسأل الله عز وجل أن يجعل خطاكم إلى الجنة وأن يثيبكم أعظم الثواب عن حضوركم في هذه اللحظات المباركة. ما أود أن أقوله في هذه اللحظة هو أنه لا أحد يستطيع أن يكون هو الذي يكافح ويدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه الشمس التي لا تحتاج إلى من يدافع عنها. وقد أثبت الله عز وجل هذا الأمر في كتابه فقال: إلا تنصروه فقد نصره الله. ولذلك يا إخواني ما ينبغي أن نفهمه وأن نعيه وأن ننوي في هذا الحضور المبارك هو أننا نظهر عواطفنا وحبنا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو من الإيمان. رب سبحانه وتعالى يقول في كتابه: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. توقير النبي صلى الله عليه وسلم قرب من أعظم القربات، وينبغي أن يعلم أهل الأرض جميعا حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا تمر مثل هذه الإساءات وكأن المسلمين لا يعنيهم شيء. فنحن بوقفتنا وبإنكارنا بقلوبنا ننجو حتى لا نؤاخذ بين يدي الله، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نغار على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لو أنه لا سمح الله الناس الكل كفروا بالله والعياذ بالله، فإن ذلك لن يغني عنا من الله شيئا. وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله ذوال الأمم. ربي ورى للنبي صلى الله عليه وسلم الأمم السابقة كلها، فأراني النبي ومعه الجماعة، ما أنه به إلا جماعة من قوم، وأراني النبي ومعه الرهط، وأراني النبي ومعه الرجلين، وأراني النبي ومعه رجل واحد، وأراني النبي ولا أحد معه، رغم أمانتهم وصدقهم وأنهم قادرون على التبليغ، لأن رب يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالاته. ولهذا يخلينا نفهم هذا عقائديا وإيمانيا. نصرة النبي صلى الله عليه وسلم هي ثابتة من الحق جل جلاله لنبيه صلى الله عليه وسلم. رب قال: ورفعنا لك ذكرك. في كل لحظة من لحظات الوجود في 24 ساعة اسم سيد الوجود صلى الله عليه وسلم يرفع على المآذن ويصلى عليه في الخلوات والجلوات. فأقول كما قال أحد الدعاة من العلماء عندما وقعت الرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: كيف لعبد مذنب مثلي أن يقف ليدافع ويكافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اشكروا فينا الرجل يقول: أنا مش ندافع على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن كلنا ذنوب وعيوب. فرسول الله صلى الله عليه وسلم منصور من عند الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ولذلك يا أخواني أنا أقول أن هذه الوقفة واجبة من حيث أن ننكر ما أمرنا الله سبحانه وتعالى إنكاره. وأريد أن أختم بكلمة في غاية الأهمية لكي تصل إلى غير المسلمين، وهي منهج أعطاه الله سبحانه وتعالى لأهل الأرض، وينبغي لولاة الأمور أن يطالبوا به في جميع بلاد الإسلام. ما هو هذا الأمر؟ أن رب سبحانه وتعالى أمر كل مخلوق من المؤمنين أن لا يتعرض بالسب أو بالإساءة لأي إنسان يقدس شيئا أو يعبده، ولو كان حجرا أو مدرا. رب جل جلاله ماذا قال في سورة الأنعام؟ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يعني شوفوا عظمة الإسلام، وهذه فرصة باش غير المسلمين يفهموا أخلاقنا ويفهموا ديننا. رب جل جلاله حرم علينا نحن جميع المسلمين إذا كان نلقاو إنسان عافاكم الله يعبد في صنم ولا في حجر ولا في حيوان، ما دام هو يرى فيه الألوهية وهو إله باطل ذاهب
ربي قال لك ما تسبلوش الاله بتاعه وان كان باطلا، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. علاش يا ربي هذه امور تعبد لغير الله؟ نظرا للمآلات، فيسب الله عدوا بغير علم. وبعد ايش قال؟ كذلك زينا لكل أمة عملهم. اللي يعبد في البقر يرى دينه صحيح، واللي يعبد في الحجر يرى دينه صحيح. ولهذا ماذا نقول؟ هذا درس ينبغي أن يرفعه الدعاة والعلماء. أنتم ما تقولون ما تؤمنوش بالقرآن، لكن أنتم تدعيوا الحرية وتدعيوا حقوق الإنسان وتدعيوا حفظ الحيوان. احنا نقول لهم يا أهل الأرض، من منطلق ديننا أو من منطلق التعاليم التي جاء بها سيد الوجود صلى الله عليه وسلم، إن قبلتم أنه يتلفظ كنبي أو كعبد، ايش قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم؟ قال ينبغي أن لا يعتدي أحد على شيء مقدس عند أحد. انظروا له النظرة والكمال العقلي وكمال التشريع. ولذلك ما الذي ينبغي أن نطالب به؟ يلزمنا نطالبه بقانون دولي يحجر على أي مخلوق على وجه البسيطة يعتدي على أي مقدس لأي إنسان مهما كان هذا المقدس. علاش ربي يجعلها القانون هذا؟ حتى يتعايش شعوب الأرض في سلم وأمن. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم. وحتى يتحقق قول الله عز وجل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، مش تتناحروا ولا تتقاتلوا. ولله در من قال لو انقلب جميع من في الأرض كالناسين ليثيروا مجرد الغبار على شمس النبوة لعاد ذلك الغبار عودا على رؤوسهم ولم ينل سيد الوجود صلى الله عليه وسلم من ذلك شيء. وأختم ببيت قاله أحد الشعراء يقول يا ناطح الجبل العالي سفها لتوهنه أشفق على الرأس هونا لا تشفق على الجبل. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك.